للمرأة مكانة كبيرة في المجتمع، لهذا العالم خص لها نهار اللي تيحتفلوا به كل شعوب الأرض تكريما وتمجيدا نجاحات وتضحيات المرأة. لكن المرأة اللي غادي نتحدثوا عليها اليوم ماشي أي امرأة عادية، سلطانة السلاطين، خاصها عام بل أعوام بالتمام والكمال، لأنها السلطانة الفاعلة في الحال والترحال والحراك والسكون، المؤثرة الصانعة والعاملة، السند والسكن، العون والبصيرة، سلطانة ابنة أمير، زوجة أمير، أم سلطان وجدة الأمراء التسع، سلطانة الحسن والجمال، الدين والخلق، شاورها ودير بريها، مرا حرة غرة تحطها على الجرح يبرا، ما تقبل لا ظلم لا حقرة، واللي قازها تخرجوا من العين الإبرة، اللي خلات النعمة دايمة والدعاوي مقبولة، السر المكنون والكنز المدفون. سيداتي وسادتي، موضوعنا اليوم السلطانة كنزة. سميتها كنزة الأورابية برنوسية تازية المغربية، تاريخ ولادتها ضايع وصيتها بايع، عاش في القرن الثاني والثالث للهجرة، الثامن والتاسع للميلاد. هي بنت إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأورابي، أمير قبيلة أوربة، أهم وأشد القبائل المغربية في ذاك الوقت. الحديث على هذه الفترة في تاريخ المغرب والحديث على كنزة الأورابية بالذات هو الحديث بالضرورة على إدريس الأول أو إدريس الأكبر كما تسميه المغاربة. هو إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصبت بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بضعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واللي هرب من بطش العباسيين في الشرق بعد موقعة فخ إلى أراضي المغرب، وبالضبط إلى قبيلة أوربة اللي احتضنته الكون الشريف من آل البيت، الإمام اللي تجمعوا عليه القبائل وبيعوه في سنة 172 للهجرة في مدينة وليلي من قبل قبيلة زناتة، غمارة ومكناسة وغيرها من القبائل المغربية. وتم فتح قبائل أخرى كتمسنا وتادلة، وظهر سيتو وسيطرته كقائد بارز وسلطان المغرب الجامع. من هنا انتزعت كنزة الأورابية أو السلطانة كنزة مكانتها في مجلدات التاريخ المغربي، فقبيلة أوربة قررت توطد علاقتها بالقائد إدريس بن عبد الله، فزوجته ابنة أمير القبيلة كنزة بمهر تيتقدر ب 600 دينار، وكان هذا عام 147 للهجرة. هكذا أصبحت كنزة زوجة إدريس الأول، وكانت كما تيقولوا الروايات ذات الجمال والحياء والراي والدين. وفي الوقت اللي تمددات سيطرة إدريس الزوج ديالها على المغرب وتأسيس دولة مستقلة اللي مثلت تهديد قوي لهارون الرشيد في الشرق، وحتى أنه قرر اغتال إدريس الأول وصفت له رجل سميتو عبد الله بن جرير والملقب بالشماخ، فتحايل عليه حتى سممه ومات، ولم يمضي على ملكه وحتى على زواجه زمن طويل. انتهت دولة الأدارسة وانتهى النسل، أو هكا ظن الجميع. أما السلطانة كنزة مشات من ظل الأحزان إلى استشراف الأنوار. مع توالي الأيام بدات كرش كنزة الأورابية تتنفخ، يمكن حملة وفي الشهور الأولى، فالملك غادي يكون الجنين وواجب الحفاظ عليه. أشهر من الانتظار دازت لانتظار المولود الجديد، واش يكون ذكر ويحكم ويبقى في التاريخ مذكور، ولا أنثى ودغيا تنسى. في هذه الفترة أبانت كنزة الأورابية أو السلطانة كنزة وحسب بعض المراجع إلى رأيها الراجح وقوتها وشجاعتها البالغة، فحافظت على الحكم ولفت حولها القبائل بدعم من والدها الأمير. ظروف كثيرة ساعدت على استمرار دولة الأدارسة ونسلهم، خصوصا فاش ولدت كنزة والمولود كان ذكر، فتحملت عبء تربيته وإنشاؤه وإعداده لتحمل السلطنة، وتعلمت ملي وقع لرجلها إدريس الأول، فعكفت لسنوات طوال على إطعام ابنها حتى لا يقع على ما وقع لأبيه، وحتى نهار ما تباها الابن ديالها اللي تلقوا عليه اسم إدريس بن إدريس أو إدريس الثاني يلا عمره 11 عام. فسرعان ما تدخلت كنزة وحشدت دعم القبائل وخدات البيعة لولدها، فتم تنصيبه سلطان للمغرب بدعم من والدته السلطانة كنزة أو كنزة الأورابية، وهكا أصبح إدريس الثاني سلطان للمغرب. وتيكمل مبدأ باه، فأتم بناء مدينة فاس كعاصمة للدولة المغربية وتوسع فيها وتوسعت دولته، حتى بلغ الخبر العباسيين مرة أخرى وقرروا يقتلوه كما قتلوا باه، وبداو تيرصدوا التحركات ديالو. لكن العباسيين هاد المرة ما احتاجوش يقتلوه، فالموت خطف روحه بين يديهم وغادر الحياة
في عمر 36 سنة، وكان هادشي في عام 213 للهجرة. مات إدريس الثاني، ولكن كما تنقولوا اللي خلف ما ماتش. إدريس الثاني كان تزوج على عمر 16 سنة، وخلف مورا هاد المرة كثر من 9 أبناء، وبعد الروايات تتقول 12 الولد اللي في ممكن كاملين يطمعوا في المورث وبغيو ياخذوا السلطنة، واللي يخلي دولة الأدارسة تختفي على الوجود. لكن مرة أخرى كان دور كبير للسلطانة كنزة وكنزة الأورابية في استمرار حكم الأدارسة. محمد بن دريس كان الابن الأكبر، وكان حفيد كنزة الأورابية، فبيعوا خوتو على السلطنة بعد وفاة والده. وباش ما يدخلش الطمع نفوس إخوته، أشارت سلطانة كنزة الجدة بتعيين الأمراء 8 وولاتهم على مناطق مختلفة من المغرب، من ناحية يحافظوا على الدولة الإدريسية، ومن ناحية أخرى يحافظوا على الحدود ديالها ويقدروا يكبروهم. لا شك أن تأثير كنزة الأورابية في الواقع كان أكبر بكثير مما تذكره كتب التاريخ. لكن حتى لهنا غادي تنتهي ذكر كنزة الأورابية، حتى أن تاريخ وفاة ديالها لا أثر له. يكفي أن هذه الكتابات سجلت أن كنزة لعبت دور كبير وبارز في تدعيم أركان دولة الأدارسة في المغرب، وتكفي أيضا أن سميتها مازال حاضرة معنا حتى اليوم. وإلى اليوم تنفتخر بأن مملكتنا عمرها أكثر من 12 القرن كأقدم نظام ملكي بعد مملكة اليابان، فالفضل تيرجع لهذه المرأة المغربية الأصيلة. صحيح أن لقب السلطنة ما تستعملش في المغرب، لكن اللي درتو كنزة، وإلا كان هذا اللقب غادي تعطى في يوم من الأيام، فأول مرة تستحقه هي السلطانة كنزة. شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو. الى عجبكم هذا النوع من المحتوى تقدروا تخبرونا في التعاليق، ما تبخلوش علينا بالاعجاب والاشتراك، والى فيديو لاحق.